جالي كانسر. وصبت الكانسر. اول يوم في المستشفى وانا بعمل الكيماوي. انا قعدت اعمل كيماوي، انا قعدت من 2001 لغايه 2005 كيموثيرابي وراديوثيرابي، يعني علاج كيماوي وعلاج اشعاعي. في اول جلسات تملي على طول السيدة مريم جنب السرير. في كل جلسه من جلسات الكيماوي السيده مريم جنبك على السرير. كل يعني كان كل 10 12 يوم 7 ايام، بعدين اجازه وبعدين كده. فقال لها يا ستنا مريم اليومين دول انا في المشكله اللي انا فيها دي دلوقتي مش هقول عليها بقى، خلاص كفايه كده بقى، مش معقول هنقرف الناس مشاكلنا. الاقي حضرتك بتطوف حواليا السيده مريم بتطوف حواليا كده يعني في اطمئنان. بتقول لك ما تخافش، بتطمني بس ما تطمني. هنتعبها بقى كل مره تقول لي ما تخافش بقى ولا ايه. ستنا برضه دي امنا وحبيبتنا. طبعا. الفنان القدير صبري عبد المنعم. لا هقول لحضرتك بس كده ايه، وحضرة سيدنا النبي برضه انا من الاشراف، اب وام متنسب لسيدنا الحسن وسيدنا الحسين برضه. شفت حضرة سيدنا النبي كتير جدا في مواقف كتيره قوي. ولما رحت لغايه حضرته هناك رحت الكعبه كان في يعني حاجات جميله قوي قوي بتحصل لي، الحمد لله.